لو انت لعيب كوره او بتحلم تكون لعيب كوره، عايزك تركز كويس في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي وسيبك من اللي حصل ده. كلنا عندنا هس من نقطه ان انا مثلا عندي مهاره واحده عايز اخليهم 100. طب ما اتقن المهاره اللي عندي الاول، اركز على حاجه وافضل اعملها لحد ما تبقى تمام عندي، بعد كده ازود. لكن لما افضل اشتغل على حاجات كتير في نفس الوقت مفيش حاجه هتتطور. الكلام ده حقيقي على فكره، بيحصل مع لعيبه كتير ومدربين كتير بتتبع السيستم ده في التمرين. ان انا بدل ما اعلم اللعيب مهاره او اتنين ممكن اديله 15 حاجه في نفس التمرين. لكن انا ما يهمنيش المدرب، انا يهمني انت كلاعب. التمرين على مهاره ايا كانت هي ايه، او عيب عندك او جزئيه عايز تطورها، عدم تكرارها هو تضييع وقت. ولا منه انت ما اتمرنتش عليها واستغليت وقتك في حاجه تانية، ولا منه انت اتمرنت عليها كتير فاتقنتها فخلاص استفدت. انما اتمرن تمرينه او اتنين وما كملش، هي دي المشكله. الفتره الاخيره حاولت اطور شغلي مع لعيبتي، حاولت اخلي التدريبات كلها بدون ادوات. كل اللي انا محتاجه اللعيب وعقله والكوره زي ما بيحصل في الماتش بالظبط. الادوات دي بستخدمها في الاحماء بتاع التمرين بس. التمرينه اللي قدامكم دي كان هدفي منها ان انا انمي اللمسه الاولى، عشان اللمسه الاولى دي بتفرق جدا في طلعتي في الكوره، سواء انا مدافع، سواء انا باك، سواء انا نص ملعب، سواء انا مهاجم، سواء انا هاف. دي بتحدد لمستي التانية، بتحدد قراري، بتحدد المهاره اللي انا هستخدمها بعد كده. عشان وقت الفيديو ما يطولش، في الفيديوهات الجايه هعرفك اللمسه الاولى دي بتفرق في ايه وهتستخدمها ازاي في الماتش. ما تنساش تتابعني، زي ما قلت لك هدفي الاساسي ان انا افيدك. انا كابتن حسام حلمي، مدرب بيحب يطور نفسه ويطور البيئه اللي حواليه ويفيد اي لعيب سواء كان بيشتغل معاه او لا. فلو حابب نبدا مع بعض ما تنساش تتواصل معايا، هتلاقي اللينك في البايو. وصلى على النبي. سلام.